يا ترى ايه اللي ممكن يحصل لو دكتورة فقيرة فاشلة حبت أوسم وأغنى شاب في البلد كلها؟ لا وكمان بتطرده في كل حتة وبتعمل له مشاكل كتير، وهو عشان يخلص منها أجبرها تعيش معاه في نفس البيت. فيا ترى هي هتستغل الفرصة الذهبية اللي هي فيها دي وتحاول تقرب منه عشان تخليه يحبها، ولا هتعمل ايه؟ ده اللي احنا هنعرفه في الملخص بتاعنا. بس قبل ما نبدأ حابة أقول لكم رمضان مبارك عليكم وكل عام وانتم بخير. وبصراحة يا جماعة أنا نفسي على آخر رمضان كده نكون مكملين ال200,000، لأن أنا بادئة من بدري ولسه ما كملتهمش. ولو استجبتوا لطلبي واشتركتوا في القناة هلخص لكم المسلسلات اللي انتوا هتطلبوها مني، واي واحدة عايزة مسلسل تنزل تكتب لي تحت في التعليقات، ويا ريت تحطوا لايكات كتير قوي. ويلا نشوف الملخص. قصتنا بتبدأ مع بطلتنا يان، واللي بتكون دكتورة، وفي مرة وهي رايحة الشغل بتبقى متأخرة فبتمشي وهي مرعوبة لحسن المدير يشوفها، ولكن المدير بيمسكها وبيهزقها وبعد كده بيعرفها ان هو معجب بالقصص اللي بابا بيكتبها. فيان بتتحمس وبتقوله ان هي معجبة ببطل القصة، وده لانه شاب قمر ووسيم وكل البنات بتجري وراه، وبتبقى مندمجة قوي وهي عمالة توصف في البطل لدرجة ان المدير بيزعق لها وبيشخط فيها، بس بعد ثانيتين بيقول لها وانا كمان معجب بالبطل. وبنعرف ان بطل الرواية اللي هما بيتكلموا عليها اسمه هي، واللي بيكون شاب شاطر في الرماية لدرجة ان هو كسب المسابقة الوطنية وهو عنده 16 سنة. ولكن في مرة بيروح البيت وبيلاقي عيلته كلها مقتولة، لا وكمان البوليس بيجي يقبض عليه لان هما شاكين اللي هو اللي قتلهم لان بصماته موجودة على سلاح الجريمة. بس بعد كده البوليس بيخرجه لعدم كفاية الأدلة ضده، فبيحس بالإحباط وبيقرر ينتحر، بس بيتراجع على آخر لحظة. وبعد كده بيشتغل في شركات عيلته لغاية ما بيكبرها وبيبقى من أهم المستثمرين في البلد، وفي نفس الوقت بيدور على المجرم اللي قتل عيلته. في مره وهو راكب الاسانسير بيجي واحد وبيهجم عليه، بس هي بيطلع يجري وراه، ولكن الراجل المجرم ده بيبقى اجمد منه وبيطعنه بالسكينه في بطنه. ونرجع ليان اللي بتبقى واقفه تتكلم مع مديرها، واللي بيسالها هو ايه اللي هيحصل في الروايه بعد ما هي اتصاب، فبتصوت وبتقول له يا لهوي هو اتصاب. فهو بيزعلها وبيقول لها انت ازاي بنت المؤلف وما قريتيش الاصدار الجديد من الروايه؟ فبتتخض على هيلا يكون جراله حاجه وبتجري على البيت عشان تسال ابوها ايه اللي حصل، بس مش بتلاقيه هناك، ولكنها بتلاقي كتاب محطوط وجواه رساله، فبتقعد عشان تقرا الرساله دي، بس بتتفاجئ لما بتلاقي ايد طالعه لها من التاب وبتسحبها لجوه. ويان بتبقى مستغربه المكان اللي هي فيه، بس بتتفاجئ لما بتلاقي واحد متعور جنبها على الارض، فبتحاول ان هي تساعده بس بتبقى متردده لان هي لسه متدربه ومش شاطره قوي في المجال، فبتحاول تعمل اللي تقدر عليه لحد ما الاسعاف بتوصل. وبعد كده يان بتلاقي واحد اسمه تشين بيشكرها على اللي هي عملته، فبيسالها هي مين، فبكل ثقه بتطلع له الكارت بتاعها وبتقول له انا يان وبشتغل دكتوره في المستشفى. فهو بيسالها انت جيتي هنا ازاي، فمبتبقاش عارفه ترد تقول له ايه وبتفضل ساكته. فهو بيديها الكارت بتاعه وبيعرفها ان هو مدير اعمال هي الشاب اللي هي انقذت حياته. فيان بتتصدم لما بتعرف ان ده هي بطل الروايه اللي ابوها بيألفها واللي هي اساسا معجبه بيه، وبتبقى مصدومه لان دي اول مره تشوف شكله الحقيقي، وده لانها كانت دايما بتشوفه في الروايه على هيئه رسومات مصوره. وفجاه بتلاقي نفسها رجعت لبيتها تاني، بس بتتصدم لما بتلاقي كل الحاجات اللي حصلت معاها اتضافت في الروايه والاحداث اتغيرت. فبتقول لا 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 اكيد انا بحلم، لحد ما بيدخل عليها مساعد ابوها واللي بيعرفها ان في شخصيه جديده ظهرت في الروايه وبنفس اسمها. فبتتصدم وبتقول يا لهوي هو انا كده فعلا دخلت جوه الروايه، لحد ما ابوها بيجي وبيعرفها ان هو كان عايز يضيف شخصيه جديده للروايه فاستخدمها هي كنموذج اولي للشخصيه دي، وبعد كده هيبقى يشيلها لما يستقر على الشخصيه اللي هو عايزها. فبتطمن لكلامه وبتقول بس يبقى كل اللي حصل معايا ده انا كنت بحلم. ونروح بقى للروايه مع هي اللي لما بيفوق بيسال على يان، فالسكرتيره بتاعته واللي اسمها لو بتقول له ان يان دي واحده كدابه وهي دورت عليها في كل حته وملهاش اثر، وبتعرفه له ان هي دورت على المستشفى اللي يان شغاله فيها بس ملهاش وجود. فهي بيطلب منها تعمل المستحيل وتجيبها له لان يان دلوقتي بقت بالنسبه له مفتاح حياته وهو لازم يلاقيها. وطبعا كل الكلام اللي هي بيقوله ده بيظهر قدام يان في الروايه اللي بتبقى قاعده مصدومه بتقول يا بقى هي بيعتبرني مفتاح حياته. وفجأة بيدخل عليها المدير وبيقطعها من اللحظة اللي هي فيها وبيقول لها بقى انت يا حقيرة اللي انقذتيه، ده انت دكتورة فاشلة وما تعرفيش حتى تدي حقنة. فبيتعصب وبيقول لها انا عايز اعرف انت ازاي اقنعت ابوكي يضيفك في الرواية، لا وكمان يخليكي دكتورة شاطرة بالرغم ان انت افشل دكتورة عدت عليا في المستشفى، لا وكمان مخليكي شخصية مهمة وهي بيدور عليكي. فبتحس ان هو غيران منها وبتكرشه بره. وبعد شوية مساعد ابوها بيكلمها وبيعرفها ان ابوها ناوي يموت هي النهارده، وده عن طريق ان هو هيحقنه بالبنسلين وهو عنده منه حساسية. فهي بتكلم ابوها بسرعه وبتطلب منه ان هو ما يموتش هي، وده لان في ناس كتير معجبه بهي ولو هو موته هيخسر جمهور الروايه بتاعته.
بس هو بيقول لها مالكيش دعوة، انا المؤلف واعمل اللي انا عايزه في الرواية بتاعتي، وعشان كده انا هموته. فبتتخض عليه وبتجري عشان تلحقه، ولكن فجأة بتلاقي المستشفى حواليها اتغيرت وبتلاقي نفسها دخلت جوه الرواية. فبتفهم ان هي في المرة الاولى دخلت جوه الرواية فعلا وما كانتش بتحلم. فبتجري على اوضة هيو وبتقدر ان هي تنقذه على اخر لحظة، وبتعرف ان اللي كان هياخده ده بنسلين وهو عنده حساسية منه لما كان صغير. فهي بيسألها بقى وانت عرفتي منين؟ فبتحاول تداري على الموضوع وبتقول له انا من اشد المعجبين بيك وعشان كده اعرف عنك حاجات كتير محدش يعرفها. فهي بيسألها هل هي دكتورة هنا، بس هي بتقول له لا، وبتعرفه باسم المستشفى اللي هي بتشتغل فيها. بس هو بيقول لها يلا يا كدابة، انا عارف ان المستشفى اللي انت بتقولي عليها دي مش موجودة. فهي بتكذب وبتقول له لا طبعا المستشفى بتاعتي موجودة، بس انا دلوقتي في اجازة وعرفت ان انت بتدور عليا فجيت عشان اشوفك. وفجأة لو بتدخل وبتطلب من يان ان هي تستنى لان البوليس هيجي يسألها عن يوم الحادثة وهل هي شافت المجرم ولا لا. فيان بتتوتر وبتطلب من ان هي تكلمه لوحده. فبيكرش له ومدير اعماله وبيقولها تحت امرك. وبعد لما بيمشوا يان بتقول له بما ان انا انقذت حياتك مرتين فانت بقى لازم تردلي الجميل وما تخلينيش اقابل البوليس وانا هفهمك كل حاجة بعدين. فبيديها تليفون وبيقول لها هبقى اكلمك لما اخرج من المستشفى عشان نتقابل وتفهميني كل حاجه. فبتوافق. فبتطلع تقعد قدام المستشفى وبتحس بالاحباط وما بتكونش عارفه هي هتعمل ايه ولا هتطلع من الروايه ازاي. وفجاه بتلاقي الوقت عمال يعدي بسرعه، وبعد كده هيبي يكلمها وبيعرفها ان هو خرج من المستشفى وهيجي عشان يقابلها. واول لما هيبي يشوفها بيقول لها يا بنتي انت معفنه، انت فضلتي قاعده مستنياني شهرين بنفس هدومك دي. فبيقول لها انا عرفت انا هرد لك جميلك ده ازاي، انت لازم تنضفي. فبيقوم مركبها العربيه واخدها على اول محل هدوم وبيفضل يشتري لها هدوم كتير. ولما بتخش تقيس جوه بتقول يا لهوي هو عدى شهرين وانا محبوسه هنا. وبتبدأ تفكر وبتقول يا ترى ابويا بلغ البوليس وقال ان بنتي ضايعه ولا محدش عبرني وسأل عليا. فبتتعصب وبتقرر ان هي هترجع للعالم الحقيقي بتاعها. وبتبدأ تفكر وبتقول انا لو عملت حاجه غريبه هتفاجئ الجمهور وبالتالي فصل الروايه ده هيخلص وبكده انا اقدر ارجع للواقع بتاعي تاني. وبتطلع تنفذ خطتها، واول لما بتشوف هي بتضربه بالقلم ولكن مفيش حاجه بتحصل. فبتلجأ للخطه التانية وبتبوسه، وطبعا هو بيبقى مصدوم بس هي بتبقى سعيده لان الخطه دي نجحت. وبتظهر لها كلمه متابعه وده معناه ان هي هترجع. فبتستخبى في اوضه البروفا وبترجع فعلا، ولما هي بيدور عليها بيلاقيها اختفت. فبيتعصب وبيطلب من تشين ان هو يدور عليها ويجيبها له باي طريقه. ولما يان بترجع بتلاقي كل الحاجات اللي عملتها مع هي اتضافت للروايه بما فيهم البوسه. فبتفضل تصوت وتقول يا فضحتي. وفي الوقت ده المساعد بيعرف ابو يان ان الجزء الجديد من الروايه نزل وحقق 100,000 مشاهده. فبيتعصب وبيطلب منه ان هو يكلم الموقع ويمسحوه فورا، وده لان هو ما كانش عايزه يتنشر. وبعد كده يان بتكلم ابوها وبتعرفه ان هي دخلت الروايه مرتين وان كل الاحداث اللي كانت بتحصل معاها اتضافت للروايه فعلا، وان هو كده كتب عليها لما قالها ان هو ضاف شخصيتها. ويان بتطلب من ابوها ان هو ما يموتش هي ويسيبه عايش في الروايه، بس هو بيقول لها مالكيش دعوه انا المؤلف وهموته وقت ما انا عايز. ونروح للروايه مع هي اللي بيبقى سايق عربيته. وفي الوقت ده ابو يان بيرسم ان في عربيه كبيره هتطلع له على الطريق تخبطه، وفعلا في عربيه بتظهر قدام هي ولكن ابننا الجامد بيقدر ان هو يتفاداها. وبيستغرب ابو يان لما بيلاقي المشهد اللي هو رسمه اتغير وكمان هي لسه عايش. وفي الوقت ده يان بتسأل المساعد على مكان ابوها بس هو بيقولها انا معرفش حاجه. والمساعد لما بيشوفها بيستغرب، وده لان الفستان اللي هي لابساه نفس الفستان اللي موجود في الروايه بالظبط. فيان بتقوله طبعا انت عارف ان انا فقيره وابويا افقر مني واحنا كلنا اساسا عيله وش فقر، فمستحيل اشتري فستان غالي زي ده، وعشان كده احب اقول لك ان انا بدخل جوه الروايه وهي هو اللي اشترى لي الفستان ده. فالمساعد بيتصدم وبيبقى هيغمى عليه. فبيسالها المساعد هي دخلت جوه الروايه ازاي، فهي بتقوله صدقني انا ما اعرفش حاجه، بس الحاجه اللي انا اعرفها ان هي اهم شخصيه في الروايه، وده لان الحاجات اللي انا بعملها لوحدي او بفكر فيها مش بتضاف للروايه، ولكن الحاجات اللي بعملها لما بكون معاه هي بس اللي بتضاف. ويان بتعرفه ان هي لما بست هي عملت كده بس عشان تطلع من الروايه مش اكتر. فهو بيقول لها بس يا كدابه انا عارف ان انت معجبه بيه وشكلك كده مصدقتي ان الفرصه دي تجيلك عشان تقربي منه. فبتقعد تضحك ولكنها بتتصدم لما المساعد بيقول لها ان ابوها هيموت هي النهارده. فبتفضل تصوت وبتفضل تدور على اي حاجه عشان تعرف هو ابوها عايز يموته ليه، بس المساعد بيحذرها وبيطلب منها ما تتدخلش في الروايه لان هي ممكن تدخل هناك وما تعرفش تخرج تاني. وفعلا بعد شويه يان بتختفي وبتروح الروايه وبتبقى في محل الهدوم اللي هي جابها عليه. وفي الوقت ده لو بتبقى بتدور عليها، واول لما بتلاقيها بتكلم هي اللي بيجي جري بس بيلاقيها مغمى عليها. فبيشيلها وبيعرف لو ان هو هياخدها عنده البيت، وطبعا لو بتبقى متعصبه وغيرانه وبيبان عليها ان هي مش طايقه يان. ولما بياخدها بيته بيهتم بيها وبيفضل طول الليل سهران جنبها. ولما يان بتفوق بتبدا تقول لي هي معلومات عن نفسه، فبيستغرب لان المعلومات دي شخصيه ومحدش يعرفها الا اذا كان قريب منه. فبيسألها هي عرفت كل ده منين، بس هي مش بترد عليه وبتكمل نوم. واثناء لما هي كان طالع من الاوضه بيهجم عليه واحد عشان يقتله، بس هي بيقدر ان هو يضربه وبيطلع يجري وراه.
ولكن الراجل بيقدر ان هو يهرب منه، وابو يان بيفضل يصوت لان كده خطته فشلت، لان هو اللي بعت الراجل ده عشان يموت هي. ولما يان بتفوق بتستغرب المكان اللي هي فيه، بس تشن بيعرفها ان ده بيت هي، وان هو جابها هنا لما كانت تعبانه وبقاله يومين قاعد جنبها وبيهتم بيها. فيان بتقول لتشن يلا بقى بعد اذنك اطلع بره عشان عايزه استحمى، واول لما بيمشي بتبدا تفكر في طريقه عشان تخرج بيها من الروايه. فبتتمشى في البيت وبتلاقي فستان شكله حلو، وكمان بتلاقي المسدس بتاع هي اللي هو دايما بيخبيه تحت المخده. فبتمسكهم هما الاتنين وبتفكر وبتقول يا ترى استخدم المسدس وانهي الفصل نهايه اكشن، ولا البس الفستان وانهي الفصل نهايه رومانسيه مثيره. واول لما هي بيدخل بتوري له الفستان، وطبعا يا جماعه ده مش فستان بس احنا هنمشيه كده عشان احنا في رمضان. المهم ان لما هي بيشوفها كده بيتكسف وبيلف وشه وبيمشي تشن بره. وبما ان الخطه الاولى كده فشلت فبتلجأ للخطه الثانيه وبترفع عليه المسدس وبتهدده وبتقول له انت لو قربت مني انا هموتك. فهو بيقول لها اسكتي انت ما تعرفيش تعملي حاجه، وهاتي بقى المسدس ده من ايدك لا يعورك لان هو كده كده ما فيهوش رصاص اساسا. فهي بيحط في المسدس رصاص وبيهددها وبيقول لها انت لو ما عرفتنيش انت اختفيتي فين بعد ما بوستيني لما كنا في المحل انا هموتك. فهي بتحاول تداري على الموضوع وبتقول له ان هي لما بسيته اختفت. فهو بيقول لها طيب، وبيقوم جاي يبيسها، وبعد كده بيقول لها طب ما انت ما اختفيتيش اهو. فهي بتقول عشان انت بطل الروايه ولازم مشاعرك انت اللي تتاثر، فبتحس ان هي بتقع في الكلام فبتقفل بقها بسرعه. ومن حظها الحلو ان هي مش بيفهم حاجه من كلامها، ولكنه بيرفع عليها المسدس وبيضربها بالرصاص. بس هي مش بيحصل لها حاجه، ولما بتفوق ما بتكونش طايقاه وبتقول له مش عايزه اشوف وشك ولا تكلمني تاني. فهو بيقول لها انا عارف ان انا لما هضربك بالرصاص مش هيحصل لك حاجه لان انت مش من العالم بتاعي، وانا خلاص عرفت ان وجودك مرتبط بمشاعري وعشان كده هتعيشي معايا في نفس البيت لحد ما تجمعي شجاعتك وتعرفيني حقيقتك. وبيديها التليفون اللي هو جايبه لها وبيقولها يلا بقى جهزي نفسك عشان نتعشى سوا. فهي بتفاجئه وبتقول له انا بحبك عشان تطلع من الروايه وترجع للعالم الحقيقي، بس مفيش حاجه بتحصل وبيبقى شكلها وحش. وبيسالها هي عن سنها فبتقول له 30 سنه، فبيقول لها وانا كمان. فبيسالها اذا كانت مرتبطه ولا لا، فبتقول له لا، فبيقول لها احسن برضو لان انا كمان مش مرتبط، وبيبان عليه ان هو ناوي يرتبط بيها. وبعد لما بيمشي يم بتقوم ترقص لان هي كده بقت بطله الروايه بعد لما كانت لو هي البطله الوحيده اللي فيها. وبعد شويه بتلاقي الخدم داخلين عليها بالهدوم الغاليه والمجوهرات وبيعاملوها معامله VIP. فبتسالهم هم بيعملوا معاها كده ليه، فبيقولوا لها طبعا عشان انت خطيبه هي. فبتتبسط وعشان بنتنا تفصل بتفضل تاكل من كتر الفرحه. ولكن لما هي بيكلمها بتحاول تبين ان هي عندها كرامه، فبتقول له وانا من امتى بقيت خطيبتك يا استاذ. فهو بيقول لها هو انت الطول يا معفنه. فبتقول له بحبك يا هي، على امل ان الروايه تخلص وترجع للواقع، ولكن مفيش حاجه بتحصل وبيبقى شكلها وحش اكتر من الاول. وبعد شويه هي بيروح يقابل تشن وبيقول له انا مش عايزك تدور على المجرم اللي قتل عيلتي زمان، وده لانه من الواضح ان هو مش من العالم بتاعنا وان هو من عالم تاني، وان اكيد يان هي الوحيده اللي عارفه حقيقته، وده لانها عارفه عني معلومات شخصيه انا ما قلتهاش لحد، فعشان كده انا مخليها جنبي عشان اعرف منها الحقيقه. ونرجع ليان الطفصه، واثناء ما هي قاعده بتاكل وبتكلمها بتطلب منها ان هي تقابلها بره البيت. ولما بتطلع بتتفاجئ ان البوليس جاي يقبض عليها، فبتستخبى منهم وبتكلم هي وبتحكي له اللي حصل. فهي بيطمنها وبيقول لها انا هتصرف، وبتبص كده بتلاقي البوليس قفشها فبترمي التليفون وبتروح معاهم. ولما هي بيعرف ان هي اتقبض عليها بيتعصب وبيكلم لو وبيفضل يهزقها على اللي هي عملته، بس لو بتقوله ان هي عملت كده لان هي خايفه عليه وشاكه ان يام متفقه مع المجرم عشان تاذيه. فهي بيهزقها وبيقفل السكه في وشها، وبعد كده بيروح يزور يام في السجن اللي بتنفجر في وشه وبتقول له بقى انا على اخر الزمن اخش السجن واتمرمط. فهي بيطلب منها ان هي تحكي له الحقيقه، فبتعرفه ان هو بطل روايه وهي كانت بتقراها وفجاه لقت نفسها دخلت جواها. فطبعا هي مش بيصدق، ولكن يام بيظهر قدامها كلمه متابعه فبتختفي من قدامه وبترجع للعالم الحقيقي بلبس السجن. ولما المساعد بيشوفها بيتريق عليها وبيقول لها خلاص بقيتي رد سجون. والمساعد بيعرفها ان مده اختفائها في العالم الحقيقي كانت 30 دقيقه بس، فبتستغرب، وده لان هي قعدت 5 ايام في الروايه وبتستنتج ان في اختلاف في الوقت ما بين الروايه والواقع. والمساعد بيفضل يزعق ليان لان هي كده عرفت هي حقيقته وان هو بطل في الروايه، فبتتصدم وما بتكونش مصدقه اللي هي عملته. وفي الوقت ده هي بيبقى لسه مصدوم من اللي سمعه ومش مصدق ان هو بطل في روايه، وفجاه بيلاقي الكون كله ثبت من حواليه وهو الوحيد بس اللي بيتحرك. وفي الوقت ده يان والمساعد بيحاولوا يغيروا في الروايه ولكنهم بيفشلوا لان كل الاجهزه بتفصل، ويان بتبدا تحس بالذنب لان هي كده هيفضل لوحده والكون كله متثبت حواليه، وده كعقاب ليه لان هو عرف ان هو بطل في الروايه. ونرجع للروايه مع هي اللي فجاه بيلاقي بوابه غريبه فبياخد مسدس وبيخش جواها وبيلاقي نفسه دخل العالم الحقيقي، فبيروح للمكان اللي بتتباع فيه الروايه بتاعته وبيقعد يقرا في الروايه وهو زعلان، وبيسال واحده من اللي شغالين هناك هل مبيعات الروايه دي كويسه، فبتقول له طبعا كويسه، ده بقالها 10 سنين بتتباع وتعتبر اشهر روايه في الصين كلها. وطبعا هي بيطير من الفرحه وبيقول ياه ما كنتش اعرف ان انا مشهور قوي كده. وفي الوقت ده يان بتبقى في المستشفى وبتفتكر ذكرياتها مع هي وهي مبسوطه
مبسوطة. وفجأة بتيجي دكتورة زميلتها وبتقول لها ان في واحد مستنيها بره وبيقول ان هو خاطبها، فبتقول يا لهوي خطيبي، ولما بتطلع تشوفه بتلاقيه فبتتصدم وبتقول يا لهوي هو انا رجعت الرواية تاني. بس هو بيقول لها لا يا حبيبتي اهدي، انا اللي طلعت لك العالم الحقيقي بتاعي. فهي بيقول لها وهو زعلان ان كل حاجة وقفت وان هو ندمان ان هي عرفته الحقيقة. وبعد كده بيشكرها على كل الحاجات اللي هي عملتها عشانه. وفي الوقت ده صاحبتها بتكلمها وبتعرفها ان هم عايزينها في المستشفى ضروري. فين بتقول له بما انك دلوقتي بقيت فقير ومعكش فلوس ولا عندك مكان تقعد فيه، فاقعد بقى استناني زي الشاطر لغايه اما اخلص الشغل بتاعي عشان اخدك معايا البيت واهتم بيك زي ما كنت بتهتم بيا. فهو بيقول لها انا موافق، ولكن بعد ما بتمشي بيفضل يتمشى لحد ما بيوصل للاستوديو اللي ابو يان بيألف فيه الروايه، وبيدخل جوه بيتفرج على الصور بتاعته، ولكنه بيتفاجئ لما بيلاقي صوره يان مع ابوها وبيفهم ان هي بنت المؤلف. وبعد لما يان بتخلص شغل بتدور عليه مش بتلاقيه، وبعد شويه ابوها بيكلمها فبتسمع صوت هي وراه فبتجري بسرعه عشان تلحقه قبل ما يعمل لابوها حاجه. وابو يان بيتصدم لما بيلاقي هي خرج من القصه، بس بيفضل مصمم ان هو هيموته فبيهجم عليه، بس هي بيصده وهي بيفضل يزعق لابو يان. وبنرجع بالزمن لليوم اللي المجرم ضرب فيه هي على السطح، وبنعرف ان بعد لما المجرم مشى ابو يان دخل الروايه عشان يموت هي اللي فضل يترجى ان هو يساعده، ولكنه ما سمعش الكلام وطعنه طعنه تانية. ونرجع ليه في الوقت الحاضر اللي بيقول لابو يان انا عايز اعرف انت عايز تموتني ليه؟ يعني تخلي العربيه كانت هتخبطني وتبعت لي رجاله عشان يقتلوني؟ انا عايز اعرف انا عملت لك ايه؟ ده انت حتى مشهور والروايه بتاعتك ناجحه وكل ده عشان خاطر انا. وهي بيقول له بما انك مش طايقني قوي كده فليه انقذتني وانا صغير وما خلتنيش انتحر؟ فابو يان بيقول له انا ما انقذتكش، انت اللي ما كنتش عايز تموت وطلبت مني ان انا اساعدك وعشان كده انا ساعدتك. فابو يان بيقول له يا ريتني يا شيخ ما سمعت كلامك، لان انت من اليوم ده بقيت تتطور وتغير في احداث الروايه لوحدك. فهي بيساله عن الشخص اللي قتل عيلته، فابو يان بيعرفوا ان الشخص ده ملوش وجود وان هم عملوا كده عشان الحبكه الدراميه مش اكتر، وان شخصيه البطل بعد اللي حصل ده تبقى جامده ويفضل يدور على المجرم اللي هو كده كده مش هيلاقيه اساسا. وبكده يشدوا الجمهور ويفضلوا يقروا الروايه بتاعته. فهي بيتعصب وبيهدده بالمسدس، ولكن ابو يان بيقول له انت ما تعرفش تعمل لي حاجه، بس هي بيضربه بالنار فعلا. ولما يان بتوصل هي بيقول لها خش اطمني على ابوكي، انا ما رضيتش اذيه جامد عشان خاطرك انتي، فبتاخده على طول على المستشفى. وبعد شويه الدكتوره زميلة يان بتسالها هو ايه اللي حصل لابوها، لان من الواضح ان هو اتضرب بالرصاص بس هم مش لاقيين اثر الرصاصه في جسمه خالص، وان هم لازم يبلغوا البوليس. بس يان بتطلب منها ان هي تاجل الموضوع ده شويه لحد ما ابوها يفوق. ونروح لهي اللي بيقرر يقفل الروايه على مزاجه وبيرمي نفسه في الميه وبيقول ان البطل مات. ويان والمساعد بيستغربوا لما بيلاقوا الفصل الجديد نزل، وبتعرف ان هي هو اللي الفه وان هو كمان ناوي ينتحر. وفعلا في الوقت ده هي بيبقى فاقد الامل وبيقرر ان هو ينتحر فبيرمي نفسه في الميه. وبيعدي شهرين وابو يان بيطلع من المستشفى، ولكن يان بتفضل زعلانه لان هي مش عارفه تشوف هي. ويان بتسال ابوها هل هيبقى في عالم تاني في الروايه بعد ما الفصل الاخير خلص، فهو بيقول لها انا مش عارف بس انا ممكن اجرب وارجع لك هي للحياه تاني. فهي بترفض وبتفضل تعيط. وبيعدي فتره وبنتنا يان بيجي لها عريس بس هي ما بتكونش طايقاه ولا طايقه تبص له اساسا، فبتحجج ان هي جالها تليفون وبتطلع تتكلم بره. ولما بتطلع بتكلم مساعد ابوها بتقول له انا عايزاك بعد 10 دقايق تكلمني وتقول ان هم محتاجيني في المستشفى ضروري عشان اعرف اخلص من العريس اللي جوه ده. وفجاه يان بتلاقي نفسها جوه الميه وهي قدامها بيغرق، فبتحاول ان هي تنقذه ولكن فجاه بترجع تاني وبتبقى مبلوله وتليفونها فاصل، فبتجري تاخد تليفون صاحبتها وبتبص على الرواية وبتلاقي ان لما هي نط في المية كلمة النهاية اختفت وظهرت مكانها كلمة يتبع، وده معناه ان لسه في فصل جديد وان هما كده هيكملوا الرواية. فبتجري على البيت عشان تقول لابوها اللي حصل، بس بتتفاجئ لما بتلاقيه سافر وبتطلب من المساعد ان هو يكمل الرواية. وده لان الوقت كان واقف في الروايه وهي دلوقتي لسه محبوس في الميه وهي عايزه تنقذه. فالمساعد بيقول لها لا بقى اقعدي انت تكتبي، وده لان ابوك اقتبس الروايه دي من الرسومات اللي انت كنت بترسميها وانت صغيره، وده معناه ان هي صاحبه شخصيه هي وهي اللي مؤلفاها. فيان بتتشجع وبترسم ان في واحد انقذه. ولما هي بيفوق بيلاقي نفسه رجع للروايه تاني وما بيكونش عارف ايه اللي حصل. وتشن بيدخل على هي وبيعرفوا ان هم لقوا يان وان هي دلوقتي موجوده في السجن. فهي بيجري على السجن على طول عشان يشوفها، ولكن يان بتزعق له لان هو حاول ينتحر. فهي بيقول لها انا مش مصدق اخيرا ان ابوكي انقذني. فيان بتقول لابويا مين اللي ينقذك؟ انا اللي الفت الجزء الجديد من الروايه وبعت لك واحد عشان ينقذك من الميه. ويان بتطلب منه يدور على طريقه قانونيه يخرجها بها من السجن، وده عشان تعرف تقابله بسهوله في كل مره بترجع فيها للروايه. وقبل ما يمشي بتقول له خلي بالك انا ابويا مش هيكمل تاليف الروايه وانا اللي هكملها، وانا احب الروايه تكون رومانسيه وما احبش حاجات الاكشن دي. فهي بيوافق، ولما بيطلب من تشين ان هو يجيب لها محامي عشان يخرجها بسرعه. وبعد ثانيتين بتلاقي هي رجع لها تاني، فبتتبسط وبتقول له ايه ده انت هتعرف تخرجني بسهوله كده؟
ولكن هي بيزعق لها وبيتهمها ان هي بتتلاعب بمشاعره، وبيقول لها انت مش لاقيه حد يعبرك ولا يحبك في العالم الحقيقي، وعشان كده دخلت الروايه وعايزه تجبريني ان انا احبك ونقضيها رومانسيه سوا. فام بتزعل وبتقول له انا غلطانه ان انا انقذتك من الغرق، كان لازم اسيبك تموت، وانا مش هتدخل في حياتك تاني بالرغم ان انا بحبك والمره دي بقولها لك من جوه قلبي. وبتقول له خلي بالك انت السبب، لان انت كل ما بتفكر فيا بتستدعيني وبدخل الروايه عشان اكون جنبك. فهي بيقول لها وايه يعني لما استدعيكي عشان بحبك، ومن هنا ورايح انا هعيشك قصه الحب الرومانسيه اللي انت نفسك فيها. واول لما بيروح على طول بيفضل يدور على النت عشان ياخد كورسات عن الرومانسيه. وانا بصراحه يا جماعه هنا ليا سؤال، هي الرومانسيه بتتاخد فيها كورسات؟ المهم يعني ان هي بيجهز وبيخطط ان هما الاثنين هيخرجوا في موعد سوا. فتشن بيستغرب وبيقول له ايه اللي انت بتعمله ده، فهي بيقول له مالكش دعوه، ايش فهمك انت في الرومانسيه، انا مخطط ومجهز لكل حاجه. وهي بيقول له انا مخطط لحاجات كتير من ضمنها ان احنا نطلع رحله سوا، او ناخد جوله رومانسيه، او نعيش قصه حب بسيطه، او اعملها باسلوب جذاب ومثير. وانا الصراحه معرفش هي بتفضل انهي نوع فيهم، وعشان كده انت بقى هتروح لها السجن وتسالها هي هتختار انهي نوع من الاربعه عشان ابدا اجهز نفسي. وفعلا تشن بيروح لها وبيعرض عليها الاربع اختيارات، فهي بتبقى طماعه وبتقول له طب ما ينفعش اختارهم كلهم؟ فهو بيقول لها لا حاجه واحده بس، فبتختار تالت اختيار وان هي تعيش قصه حب رومانسيه. وبعد كده المحامي بيطلب من يان ان هي توقع على ورقه جوازها هي وهي، عشان يقولوا ان هي وهي كانوا متجوزين بره بس ما رضوش يقولوا لحد هنا عشان الصحافه ما تبداش تهاجمهم، وبكده تقدر ان هي تخرج. فبتوافق وبتوقع، وتشن بيقول لها جهزي نفسك بقى عشان هي هيجي ياخدك. وفي الوقت ده هي بيبقى قاعد مع لو بيعرفها ان هو هيجوز يان، فلو بتعترض وبتقول له انت ازاي تتجوزها واحنا ما نعرفش حقيقتها. فهو بيقول لها انا مش مهتم بكل ده وهركز على حياتي الجديده عشان نعيش انا وهي في سعاده. فلو بتتعصب وبتقول له انت هتسيبني بالرغم ان انا بحبك. فهو بيقول لها انا ما كانش عندي مشاعر ناحيتك ودايما بعاملك ان انت واحده من عيلتي. وبعد كده بيروح عشان ياخد يان، ولما بيروحوا بيتفاجئوا ان الصحافه كلهم قدام البيت وبيسالوهم عن موضوع جوازهم. فهي بيعاملها بمنتهى الرومانسيه وبياكد للصحفيين موضوع جوازهم وبيتقدم لها قدامهم. وبعد لما بيلبسها الخاتم يان بتقول ياه لو كان كل ده حقيقي. وبعد كده يان بتقول له اكيد الخاتم اللي انت لبستهولي ده مزيف صح؟ فهو بيقول لها اسكتي يا جربانه، انت عارفه الخاتم ده معناه ايه؟ معناه ان انت الحب الوحيد اللي في حياتي وان انا وانت هنفضل مع بعض دايما. وهي بيدخلها البيت وبيعرفها على الخدم وبيقول لها انت من النهارده سيده البيت ده، يعني هتتعاملي معامله VIP. وبعد كده بيقول لها بما اننا متجوزين فهنقعد في نفس الاوضه. فبتحاول تبين ان عندها شويه كرامه وبتقول له مستحيل، بس هو بيقول لها لا وده عشان الصحافه بيراقبونا. فهي من جواها بتبقى طايره من الفرحه وعايزه تقوم ترقص. واول لما بيمشي بتطلع جري على البلكونه وبتصوت وبتقول اخيرا اتجوزتوا يا ناس، اخيرا اتجوزتوا يا عالم. وبعد كده بتتمشى في الأوضة عشان تشوف الهدوم اللي هو جايبها لها، ولكنها بتلمح بوكسر من بوكسراته فبتقعد تتفرج عليه. ولكن هي بيدخل وبيقول لها بتعملي ايه يا قليلة الأدب؟ فبتتكسف وبتحاول تغير الموضوع وبتقول له انت مش وعدتني هتعيشني في قصة حب رومانسية؟ فين بقى انا مش شايفة منك حاجة. فبيقول لها من عناية وبيديها كتاب هدية وبيعرفها ان الكتاب ده فيه كل الحاجات الرومانسية اللي الستات بتحبها. وبيبدأ بقى يعاملها برومانسية وبيربط لها شعرها وبيقول لها انا مش عايزك تقولي لي بحبك عشان ما تختفيش وتسيبيني انا هنا قاعد لوحدي. فبتقول له ماشي يا بيبي. وبيبدأوا يقروا في الكتاب سوا، وبتبقى يا معجبة بالراجل اللي بيروح مع البنت السوق وبيشيل لها الشنط، او الراجل اللي بيربط لها الكوتشي وهي واقفه زي الملكه. وبيبدا ان هو يقرب منها، ولكن بيدخل واحد من رجاله هي وبيقطع عليهم اللحظه الرومانسيه دي وبيعرف ان تشن عايزه تحت. فهي بيقول لها ثانيه واحده وراجع لك يا حبيبه قلبي. فبتفضل تتنطط على السرير من كتر الفرحه. ولما كان هي نازل بيكلموا شخص مجهول وبيقول له انت ازاي لسه عايش لحد دلوقتي، وبعد كده بيقفل الخط. فهي بيقلق وبيطلب من تشن ان هو يعرف له صاحب الرقم ده. فتشن بيديله جواب استقاله لو، بيعرفه ان هو لما قابلها اخر مره وجاي يسلم عليها لاحظ ان هي بتختفي وان هي فيها حاجه غريبه. وبعد شويه الشخص المجهول بيكلم هي وبيعرفه ان هو اللي قتل عيلته من 10 سنين، وبيقول له يا ريت بقى تدور عليا عشان تقتلني قبل ما الروايه تخلص، وخلي بالك على حبيبتك عشان انا ممكن اقتلها لك. وبيبدأ ان هو يقلق على يام، فبيلغي كل الشغل اللي عنده عشان يقعد جنبها يحميها. وبيبدأ هي يجمع معلومات عن المجرم زي ان هو شخص من غير وش، وده لانه بيظهر كصوت مع اي حد يتكلم معاه، وان هو كل شغله في الرواية ان هو يقتل الناس وبعد كده يختفي. وبنعرف ان في اللحظة اللي الزمن وقف فيها في الرواية وهي قدر يخرج للعالم الحقيقي، المجرم ده هو كمان خرج من البوابة للعالم الحقيقي وقدر ان هو يتنقل ما بين الرواية وما بين الواقع براحته، وما بيكونش عنده وش، وعشان كده بيتكلم مع اي حد على ان هو صوته بس.
وفي تاني يوم يان بتيجي تاخد رأيه في الفستان، بس هو بيبقى قلقان عليها فبيطلب منها ان هي ترجع للعالم الحقيقي عشان ما تتأذاش هنا. فهي بتقول انا معرفش ارجع ازاي، وفجأة بتاخد رصاصة ما بين حواجبها وبتموت. وفجأة هي بيصحى من النوم وبيكتشف ان كل ده كان كابوس. ولما يان بتصحى بتلاقيه بيعمل لها الفطار وبيقول لها انا بعاملك برومانسية اهو. فهي بتقول له لا يا بيبي انا اللي هعمل لك الفطار. واثناء ما هي بتقطع الفلفل صباعها بيتعور، فهي بيعالجها بسرعة ولكنه بيستغرب لان هي في الاول ما كانتش بتتعرض لأذى، انما دلوقتي هي اتعورت، وده معناه ان هي بقت شخصية في الرواية زيهم، ولو حصل لها اي حاجة او اتأذت ممكن تموت في الرواية وما ترجعش للعالم الحقيقي تاني. وفجأة بتظهر قدامهم كلمة متابعة، ويان بترجع للعالم الحقيقي تاني وما بتكونش فاهمة ازاي ده حصل. فبتكلم ابوها اللي بيعرفها ان هو لسه جاي من السفر وهيبقى يكلمها بعد شويه. ولما ابو يان كان في الحمام الشخص المجهول بيجيله وبيكلمه على هيئه صوت وبيقول انا عايز اعرف هي فين عشان اقتله زي ما انت وعدتني. فابو يان بيصوت وبيطلع يجري. ونرجع للروايه مع هي اللي فجاه لو بتكلمه وبتعرفه ان هي زعلانه قوي ان هو اتجوز يان بالرغم ان هي كانت بتحبه، وبتصوت في المكالمة، وده لأن ايديها وجسمها بدأوا ان هما يختفوا، فهي بيقلق عليها وبيجري عشان ينقذها، وده لأنه عارف ان الشخصية اللي بتفقد أهميتها في الرواية بتختفي وما بيكونش لها وجود. وفي السكة بيبقى هي قلقان على يان وخايف عليها للمجرم يعمل لها حاجة، وفي الوقت ده يان بتبقى قلقانة لحسن يحصل لها حاجة في الرواية وتموت هناك. وفجأة المجرم بيكلمها وبيقول لها بقى انت بقى يان بنت المؤلف وكمان مراتي. فيان بتصوت وبتاخد التاب والمساعد وبيطلعوا يجروا عشان يهربوا من الاستوديو، بس للأسف العربية مش بتشتغل. وفجأة المجرم بيظهر قدامهم وبيضرب يان بالرصاصة، ولكن قبل ما تيجي فيها بتتنقل للرواية وبتقعد في العربية جنب هي اللي بيتخض أول ما بيشوفها، بس هي بتحكي له اللي حصل وبتعرفه ان المجرم كان هيقتلها. وفي الوقت ده المساعد بيبقى هيعمل حمام على نفسه وعمال يدعي كل شوية ان المجرم ما يعملوش حاجة، وفعلا المجرم بيختفي من قدامه. وبعد كده بيقرروا هما الاتنين ان هما هيساعدوا له، فبيطلعوا يلحقوها قبل ما تختفي. واللي بتقول لي هنا زعلانه ان انا هختفي واسيبك، بس هو بيقول لا انت مش هتسيبيني لان انا بحبك وانا ويان بنتظاهر بس ان احنا متجوزين وانا عايزه اعيش معاكي انتي. وفعلا لو مش بتختفي وبترجع كشخصيه اساسيه في الروايه، وبتبقى يان حاسه بالذنب لان هي كانت هتبقى السبب في اختفائها. وبيلاحظ ان يان زعلانه فبياخدها على سطح الفندق اللي هم اتقابلوا فيه لاول مره، وبيربط لها الكوتشي زي ما كانت بتتمنى، وبيقول لها شايفه انا بعاملك برومانسيه ازاي. وبعد شويه هي بيقول لها انا عايزك لما ترجعي تكتبي في الروايه ان من اول اللحظه اللي احنا اتقابلنا فيها لحد دلوقتي كل ده بالنسبه لي يكون حلم، وده لان انا مش عايزه اخسرك ولا اخسر صاحبتي لو، وكمان عشان المجرم يبطل يطاردك. وبيديها فلاشه وبيقولها لو عوزتي تشوفيني بتعالي الروايه في اي وقت، وبيموت نفسه قدامها عشان يخلص الفصل ده وهي تقدر ترجع للعالم الحقيقي. وفعلا لما بترجع بتنفذ كلامه، ولما هي بيفوق ما بيكونش فاكر اي حاجه، وبيرجع للحظه لما كان فيها في المستشفى بعد لما المجرم طعنه على السطح. وبتفضل يان زعلانه بعد اللي حصل، وبتحتفظ بالخاتم اللي هو اداهولها وبتفتكر ذكرياتهم سوا. وفي الوقت ده المساعد بيعرف ابو يان اللي حصل وان في حد كان هيموتها، فبيجري عشان يطمن على بنته وبيلاقيها مغمى عليها فبينقلوها لجوه. وبيفضل ابوها قاعد جنبها وبيلاقي الفلاشه اللي هداها لها فبيفتحها، وبيلاقيه بيطلب منه ان هو يتحد معاه عشان يقدروا يخلصوا على المجرم، وبكده يقدروا يحموا يان ويقفلوا الروايه بنهايه سعيده. فابو يان بيوافق عشان خاطر بنته، ولكن يان بتبقى طول الوقت زعلانه وعماله تفتكر ذكرياتها مع هي، لحد ما صاحبتها بتلاحظ وبتقول لها مالك شكلك بتحب جديد ولا ايه. فهي بتقول لها انا مستحيل طبعا. فصاحبتها بتقول لها يلا يا كدابه امال ايه خاتم الجواز اللي انت لابساه ده. فبتقول لها انا لابساه بس عشان اطفش العرسان ومحدش يفكر يتقدم لي. ومن عينين صاحبتها الفقر الخاتم بيقع، فبتجري هنا عشان تجيبه، ولكن فجأة بتتنقل للرواية والخاتم بتاعها بيقع قدام هي اللي بياخده وبيديهولها وما بيكونش فاكرها، وبعد كده بيمشي فبتفضل تعيط وهي زعلانة. وبعد ثانية بترجع للعالم الحقيقي تاني وبتعيط قدام صاحبتها اللي بتبقى واقفة مستغربة ومش عارفة هي بتعيط ليه او ايه اللي حصل لها. واثناء ما يام مكتئبة بيدخل عليها المدير اللي بيقول لها ان الرواية في الاول ما كانتش حلوة، انما بعد ما هي اتجوز البطلة وبعد كده يطلع كل ده حلم بالنسبة له. كده الاحداث ولعت والرواية حلوت قوي. والمدير بقى بيقول لها انا عايزك تسلمي لي على بوكي وتقولي له ياخد باله من نفسه عشان يكمل لنا الرواية. وقبل لما المدير يمشي بيعرفها ان في فصل جديد نزل من الرواية، بس المشكلة ان المجرم طلع فيه شبه ابوها. فيان بتستغرب من اللي ابوها عمله، والمساعد هو كمان بيستغرب وبيسأل ابو يان. فابو يان بيقول للمساعد ان هو عمل كده لان هي شاف وشه في المرة اللي هو دخل فيها الرواية وحاول يموته لما كان على السطح، وان هي هيتعرف عليه لما يشوفه فهيحاول ينتقم منه. وبكده نقفل الرواية بنهاية سعيدة، وبكده يبقى هي حقق انتقامه عشان المجرم الحقيقي ما يأذيش يان، وكده تبقى الرواية خلصت. وفعلا
في الوقت ده هي وتشين بيوصلوا الفيديو للقاتل واللي هو بويان وهو خارج من الفندق، فهي بيقول لتشين ان الراجل ده هو اللي طعنه على السطح ولازم يمسكوه بسرعه. وبتنتشر الاخبار ان هم لقوا المجرم اللي قتل عيله هي من 10 سنين، ولما هي بيروح يقابله في السجن بيقول له ايوه انا اللي قتلت عيلتك، ولو انت كنت هناك كنت هقتلك انت كمان. فهي بيفضل يزعق له وبويان بيكتب ان المجرم هينتحر، وفعلا بينتحر في السجن، وبكده تكون شخصيه المجرم ماتت وهي يقدر يعيش حياته بسعاده وينسى خالص. ونرجع ليان اللي بتبقى غيرانه على هي، فبتسال المساعد هو هي وله هيتجوزوا، فهو بيقول لها انا معرفش حاجه، روحي اسال ابوكي، كل اللي انا اعرفه ان هو خلى النهايه مفتوحه وان هما الاتنين هيعيشوا مع بعض في سعاده. وقبل ما بويان يقفل الروايه الشخص المجهول بيظهر وبيقول انا هاخد وشك، وفعلا بياخد وشه وبيستخدمه، وبيفضل بويان من غير وش، ولما المساعد بيشوفه كده بيصوت وبيطلع يجري. واثناء ما يان كانت قاعده صاحبتها بتقول لها ان هم عايزينها في الطوارئ، فبتطلع تجري، بس فجاه بترجع للروايه تاني وبتقابل هي اللي بيقول لها انا حاسس ان انا شفتك قبل كده، ولكنه بيطلع يجري مع لو، وده لان في شخص ماشي في الشارع وعمال يقتل الناس كلها، والشخص ده بيبقى المجرم الحقيقي بس اخد وش بويان. وبيبقى في مذيعه بتعلن الخبر ان في مجرم مجنون بيقتل الناس في الشارع، فالمجرم بيبعت لها رصاصه ما بين حواجبها عشان تحرم تتكلم عليه تاني. وبعد كده بيبص للكاميرا وبيقول لي هنا عارف ان انت بتدور عليا، تعالى لي بقى عشان عايزه اقابلك. ولما كاتيان واقفه على سطح المستشفى بيجي لها هي وبيقول لها انا عايزه اعرف انت ليه بتبصي لي بطريقه غريبه كل ما تشوفيني، فبتقول له اصلك بتفكرني بجوزي، وبيسالها عن خاتم اللي لابساه، فبتقول له ده خاتم جوازنا، فبيقف معاها ثانيتين وبعد كده بيمشي. فين بتزعل لان هو مش فاكرها، ولكن مش بتزعل قوي يعني، وده لان هي جعانه، فبتقعد تفكر وبتقول يا ترى انا هاكل فين دلوقتي، وبتكتشف انها مش هتعرف تروح عنده البيت، فبتتسحب وبتروح عند لو اللي في الوقت ده ما بتكونش في البيت. فيان بتستمتع بقى وبتقعد تعمل الاكل، ولكن من حظها الفقر هي بيجي عشان يجيب حاجه من الشقه، فبتجري تستخبى بس هي بيقفشها، فبتقول له بوس ايدك سيبني اكل، انا بقى لي 4 ايام ما دقتش الاكل. فهي بيقول لها انت مالك بتشحتي كده ليه، ما تروحي تشتري اكل وتاكليه. فهي بتقول له طب لو انا كان معايا فلوس كان زماني رحت اشتريه. فهي بيقول لها شكلك حراميه وانا هبلغ عنك البوليس. فهي بتقول له يا ريت على الاقل هناك هلاقي حاجه كلها، فبتصعب عليه وبيعمل لها اكل، والمفجوعه اول ما بتشوف الاكل بتاكله على طول، بس هو بيكون سخن فبتتلسع، فبيحط لها مرهم بس هي بتصوت في وشه وبتقول له ابعد عني اصلك بتفكرني بجوزي. فبتقعد تعيط له وبتقول له يهديك كده جوزي الواطي يسيبني، من غير حتى ما يقول ان هو بيحبني. ولكن بعد ثانيه بتكمل اكل وهي عماله تعيط، فهي بيحس ان دي واحده متخلفه، فهي بيحس فعلا ان هي غلبانه، فبيقول لها انا مش هبلغ عنك وكمان هخليكي تعيشي عندي في بيتي لحد ما تلاقي جوزك الواطي. فبيركبها معاه العربيه وبياخدها على المستشفى، وبيقول لها انا هنزل اجيب لو من هناك ومش عايزك تتحركي من هنا. ولما بيدخل يقابل لو بتديله تسجيل في شخص مجهول بعته لها عن الحادثه اللي حصلت لاهله من 10 سنين، ولما هي بيشغله بيسمع ان هو كان بيتخانق مع ابوه يوم الحادثه وتعصب عليه وهو اللي قتله. وبنعرف ان مش ده اللي حصل، وده لان المجرم الحقيقي دلوقتي مسيطر على بويان ومخليه يكتب الروايه على مزاجه ويغير في الاحداث الاصليه. وفجاه له هي كمان بتاخد رصاصه ما بين حواجبها، وهي بيلاقي المسدس جه في ايده وهو ما يعرفش جه ازاي، وطبعا المجرم هو اللي عامل كل ده. وانا بصراحه هنا ليا سؤال، هو ليه لما بيحب يموت الشخص بيديله الرصاصه ما بين حواجبه؟ هل هو عنده عداوه مع الحواجب؟ فهي بيطلع يجري قبل ما البوليس يجي يقبض عليه، لان هو في نظرهم هو اللي قتل لو، بس المجرم بيخلي البوليس يطارده وبيضربوه برصاصه في بطنه، ولكن هي بياخد العربيه وبيقدر يهرب منهم. وطبعا يا جماعه هنا الرصاصه جت في بطنه ما جتش ما بين حواجبه، وده لان البوليس هو اللي مديها له. ويان بتاخده على فندق وبتعالج له جرحه، وبتطلب منه يشد حيله عشان يخفوا بسرعه ويمشوا من هنا لان المكان ده مش امان، وبتاكد له يعني ان هي هتفضل جنبه وتحميه، وبتبقى عايزه طريقه ترجع بيها، فبتضطر ان هي تبوسه عشان ترجع للواقع تاني. فبتظهر قدامها كلمه متابعه وبتطلع من الاوضه جري قبل ما هي يشوفها وهي بتختفي. ولما يان بترجع بتتخانق مع ابوها بتقول له انت مش قلت لي هتخلي النهايه سعيده؟ بس لما بتلاقيه من غير وش بتصوت وبتطلع تجري وبتكلم المساعد وبتحكي له اللي حصل. فالمساعد بيعرفها ان القاتل الحقيقي مسيطر على ابوها ومخليه يغير في احداث الروايه على مزاجه، وبيطلب منها تخلي بالها من نفسها لان هي ممكن تبقى في خطر. فبتفهم يان ان المجرم الحقيقي هو اللي قتل لو. وبعد كده يان بتاخد التاب وبتبدا تكتب في الروايه وبتحط ادويه بتظهر لهي، وبتسيب له معاها ورقه كاتبه له فيها كل التعليمات اللي هو المفروض يعملها عشان يخرج الرصاصه ويعالج جرحه. وفعلا هي بيسمع كلامها وبيتعالج، فبيشكرها وبيقول لها انا عايزك تيجي. وفجاه بتظهر فجوه في الروايه وكانت هتسحب يان لجوه، ولكنها بتفصل التاب بسرعه وبتقطع الاتصال ما بين الواقع والروايه، وبكده بتفضل قاعده في الواقع. ولما المساعد بيجي بيطلب منها ان هي تغير في احداث الروايه وترجع بالزمن للوقت اللي قبل ما عيله هي يموتوا فيه، وتحاول ان هي تنقذهم، بس هي بتكون خايفه تفتح التاب لحسن المجرم يسحبها، ولكن فجاه بتختفي وبترجع للروايه لوحدها.
وبيبقى عدى شهر في الرواية وبيفضل هي مستخبي من البوليس عشان ما يمسكهوش، واول لما بيشوف يان بيشكرها لان هي ساعدته وعالجته، وبيقرر هي ان هو هيرد لها الجميل فبياخدها وبيقعدوا هما الاتنين ياكلوا ايس كريم. فيان بتستغرب وتقول له بقى انت البوليس بيدور عليك في كل حته وانت جاي تخرج معايا، وبيقول لها لا ومش كده وبس ده احنا هنروح نتسوق سوا، وفعلا بيروحوا هما الاتنين السوق وبيلبسوا لبس الكابل. فيان بتستغرب وبتقول له واحنا لابسين شبه بعض ليه؟ فبيقول لها اصل انا افتكرت ان انا الواطي جوزك، وبيعرفها ان هو لقى الروايه وكان عمال يقرا فيها وبيسترجع في نفس الوقت ذكرياته لحد ما افتكر كل حاجه. وفجاه بتظهر قدامهم البوابه وبيتنقلوا هما الاتنين وبيرجعوا للواقع سوا وبيبقوا في بيت يام. فهي بيطلب منها ان هو يشوف ابوها، ولما بيطلع وبيتخض لما بيلاقيه من غير وش. فهي بتعرفه ان المجرم بيستخدم وش ابوها وكمان عمال يغير في احداث الروايه وان هما لازم يمسكوه بسرعه لان هما كده في خطر. وبيلاحظ ان يان تعبانه فبيطلب منها ان هي ترتاح وبيفضل جنبها لحد ما بتنام. وبعد كده المساعد بيجي واللي بيبقى مصدوم لما بيشوف هي وبيقول له ينفع اسلم عليك؟ اصلا انا من اشد المعجبين بيك، وخلي بالك انا اللي راسم لك الفيلا اللي انت قاعد فيها. فهي بيسلم عليه ولكنه بيلاحظ ان ايديه بدات تختفي وده معناه ان هو لازم يرجع للروايه بسرعه. فبيفتح التاب وبيرفع المسدس على المجرم اللي بيبقى في نفس الوقت رافع عليه المسدس، وهي بيقول له ايش وراك دلوقتي وانا حابسك في الروايه وانت مش هتعرف تخرج منها. فالمجرم بيقول له انت ما تستحقش تكون بطل الروايه، انا بس اللي استحق اكون البطل. والمجرم بيحكي له بيقول له ان في اليوم اللي ابو يان دخل في الروايه هما الاثنين عملوا اتفاق سوا، وبيقول له اتفقنا ان انا اقتلك وفي مقابل كده هبقى البطل مكانك. فهي بيتخض من اللي سمعه وبيقفل التاب بسرعه. وبعد شويه يان بتصحى فهي بيقول لها جهزي نفسك بقى عشان جوزك الواطي ناوي يخرجك. فبيروحوا هما الاثنين عشان ياكلوا ولكنها بتبقى زعلانه لان هي عرفت ان هو هيختفي. فهي بيحكي لها الاتفاق اللي ما بين ابوها وما بين المجرم وان عشان ابوها ما نفذش الاتفاق ده المجرم سيطر عليه وبيفضل يغير في احداث الروايه لحد ما يوصل اللي هو عايزه يكون البطل. فهي بيطلب منها ان هي تعمل تعديل في الروايه وهي قبل ما تسمع بتقول له لا عشان ما تنسانيش وافضل انا زعلانه ولوحدي كده. فهي بيقول لها لا انا عايزك ترجعيني الروايه عشان اخلص على القاتل وانتقم منه وبعد كده عيش انا وانتي في سعاده. وفعلا بترجعه للروايه وبيقدر يمسك المجرم وبيكتفه، ولكن قبل ما يبلغ البوليس المجرم بيختفي وبيرجع للعالم الحقيقي. واثناء ما يان بتكتب الروايه بتلاقي ابوها جاي فبتتبسط، بس لما بتتكلم معاه بتعرف ان هو القاتل اللي بيهددها وبيقول لها انا بسببك كان زماني مخلص على هي من بدري لولا ان انت عماله تتدخلي وتنقذيه. فالمساعد بيحاول ان هو يدافع عنها بس القاتل بيضربه وبياخد يان وبيخطفها. وبعد شويه هي بيرجع للواقع فالمساعد بيعرفه اللي حصل وبيقول له ان يان مخطوفه، والمجرم بيفضل يزعق ليان وبيقول لها بقى انت يا حقيره تتجوزي هي وتبقي بطله الروايه، انا مش ههنكوا ببعض. وفجاه بيدخل هي فالمجرم بيهدده وبيقول له لو اتحركت خطوه واحده هموتها لك، وفعلا بيضربها برصاصه في رجلها. فبيقول له مشكلتك معايا مش معاها، انا هنفذ لك كل اللي انت عايزه بس سيبها تمشي. فالمجرم بيقول له موت نفسك عشان ابقى انا البطل، ولكن يان بتفك نفسها وبتضرب المجرم وبتجري على هي بس المجرم بيضربها برصاصه في ظهرها. فهي بيموت المجرم وبيفضل حاضنها وهو بيعيط. وبعد لما المجرم مات ابو يان بيرجع له وشه تاني، ولما بيعرف ان هي اتصابت بيجري هو والمساعد على المستشفى، بس الدكتوره بتعرفهم ان هي حالتها خطيره وخلاص بتموت، وبيبقوا هما الاتنين حاسين بالذنب. فهي بيطلب من ابو يان ان هو يرسمهم ويدخلهم جوه الروايه لان هناك يان مش هتموت. فابوها بيقول له انا لو عملت كده انت هتفضل محبوس في الروايه ومش هتعرف تخرج. وبيقرر هي يضحي عشان خاطرها وبيخشوا هما الاتنين الروايه سوا، وبعد كده بيوديها للدكاتره وبيسيبها وبيروح يسلم نفسه للبوليس لان هما لسه متهمين ان هو اللي قتل عيلته وكمان قتل لو. ولما يان بتخف بترجع للعالم الحقيقي تاني وما بتكونش فاكره ايه اللي حصل. فابوها بيحكي لها على اللي هو عمله وبيعرفها ان هو مش هيرجع الواقع تاني لان الاتصال اتقطع ما بين الواقع وما بين الروايه. وبتفضل يان زعلانه وعماله تكتب في رسائل وتحطها في الميه على امل ان هي يشوفها ويرجع لها تاني. وفعلا واحده من رسائلها بتدخل للروايه وبتوصل لهي وبتطلب منه ان هو يطلع لها العالم الحقيقي زي ما هي دخلت له الروايه. وبعد فتره واثناء ما يان بتبيع الروايه بيدخل عليها هي وبيشتري نسخه وبيقول لها خلي بالك الخاتم اللي انت لابساه ده حلو، وبنعرف ان هو طلع من الروايه. وبعد كده بيعترف لها بحبه وبيتقدم لها رسمي وبيلبسها الخاتم وبيبقوا هما الاتنين مع بعض والمسلسل بيخلص. وطبعا يا جماعه مش محتاجه اقول لكم ان المسلسل ده هو النسخه الصيني للمسلسل الكوري المشهور ده بيو عالمين، وانا لخصت النسخه دي لاني حسيتها خفيفه ولطيفه، ويا ريت تقولوا لي تحت في التعليقات انتوا حبيتوا انهي نسخه اكتر. واللي اتعلمناه من الملخص ان انت تجيبي ورقه وقلم يا ست الكل وتالفي القصه اللي على مزاجك وتخلي الشخص اللي انت عايزه ترتبطي بيه هو البطل، ويا سلام بقى لو تعملي فجوه عشان تسيبي الواقع المنيل اللي احنا فيه ده وتروحي له هناك وتعيشوا اجمل قصه حب رومانسيه. وانا بصراحه يا جماعه هعمل قصه عن انا وجوزي ليه من هو، لان انا كده كده مش هعرف اسافر
كوريا دلوقتي. وقولوا لي بقى تحت في التعليقات انتوا عايزين تتجوزوا مين وهتكتبوه معاكم في القصه. واول كومنت معانا من رهف ونوره من السعوديه، وانا كمان بحبكم قوي يا بنات انتوا كل اهل السعوديه. والكومنت اللي بعده من فاطمه، واللي بعده من سجود من الجزائر، وانا كمان بحبكم قوي يا بنات انتوا كل اهل الجزائر. والكومنت اللي بعده من كنزي، واللي بعده من حنين، وانا كمان بحبكم قوي يا بنات. والكومنت اللي بعده من هنا، واللي بعده من ريتاج من فلسطين، وانا كمان بحبكم قوي. والكومنت اللي بعده من احمد من اليمن، واحب اشكرك يا احمد على تعليقك عندي في القناه، وتحيه ليكم لكل اهل اليمن. والكومنت اللي بعده من ملك من مصر، وانا كمان بحبك قوي. واخر كومنت معانا من ميار من ليبيا، وانا كمان بحبك قوي انتوا كل اهل ليبيا. وبس كده الفيديو خلص. ما تنساش لو عجبك الملخص تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناه. سلام.